ده مصطفى. بعد اذنك يا شيخ حامد، ايه؟ كنت عايز اخد رايك في موضوع كده عشان اعرف راي الدين بيقول ايه فيه بالظبط. ما هو طبعا لما تحب تعرف رأي الدين هتروح لمين غيري؟ بقى ان شاء الله ربنا هيكرمني وهتجوز بعد شهر من النهارده. ليه كده يا ده مصطفى؟ ليه كده ايه يا سيدنا شيخ؟ بقول لك هتجوز، مش دي المشكله. ايوه. الحاج امي راسها والف سيف، الدخله تبقى بلدي، وانت سيدي اللي عارفين يا سيدنا الشيخ الموضوع ده بطل خلاص، ومش عارف لو ما سمعتش كلامها يبقى حلال ولا حرام. اكن الموضوع كده. ما يمكن تكون عايزه تطمن يا ولا. تطمن ايه يا سيدنا الشيخ؟ ما انا هبقى اطمنها. الا قول لي، هي العروسه بنت مين؟ بنت الحاج فهمي صاحب الطابونه. البنت سماح. هو انت تعرفها؟ اعرف امها، ما قريبة الجماعه عندنا. اه بص احنا ناخد راي الحاج علي، ده راجل لا اصبر بس يا حاج علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا شيخ حامد؟ سؤال سريع كده. أمورني يا شيخ حامد. الامر لله. بقى الواد مصطفى دخلته قربت على البت سماح بنت الحاج فهمي، وامه راسها وقلب. ايه يا سيدنا الشيخ؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده كلام يتقال برضه؟ حاج علي مننا وعلينا ما تخافش، يلا ده راجل متعلم ومتنور، دي اول واحد لبس نظاره في بلدنا. الله يكرمك يا شيخ حامد. الله يخليك. امه بقى راسها والف سيف الا يدخل بلدي، لكن اهل العروسه قال ايه؟ مش موافقين. معلومة يا شيخ حامد، عندهم حق طبعا. وايه اللي عندهم حج؟ ام العريس مصره ان الدخله تكون بلدي، يبقى حتما ولابد يسمع كلام امه، والا ما يكونلوش خير فيها. ايوه، لان شرع ربنا لا في دخله بلدي ولا دخله فرنجة يا شيخ حامد. ايوه بس شرع ربنا فيه بر الوالدين. ده كلام يا شيخ حامد، امال كرامه الناس وسمعه بناتهم يا راجل. يا اخي كان عاجبهم. ايه طب احضرونا يا ناس، احضرونا يا خالد، ده كلام اللي بيقوله الشيخ حامد. يا راجل حرام عليك، حرام عليك. ده انا جايبك استشهد بيك تقوم انت تلم على نص البلد. طب ايه رايك انا هستشهد بنص البلد التاني؟ يا ناس ياهو مصطفى امه عايزاه يدخل بلدي يعصاها. يا شيخ حامد عيب عليك يا انت اخوانا مش أخي. كده، استهدوا بالله استهدوا بالله، ده انتوا ناس كبار. في بعض الوله. عيالنا اسهر باي. ايوه، اللي اقول لي انت دخلتك كانت بلدي ولا فرنجي؟